والأنظمة. علينا أن نحترم دستور البلاد. قال أحد أعضاء اللقاء المشترك: سنعمل على هدم وتدمير الوطن ومنجزاته وتدمير السلطة ونبنيها من جديد من ممتلكاته الخاصة التي يمتلكها. سيبني هذا الوطن، سيدمره ويدمر مؤسساته عسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وسيعيد بناء هذا الوطن من ممتلكاتها الخاصة. يا سلام، ممتلكاتك الخاصة تدمر ليش؟ مشان توصل إلى السلطة. تعال، قد جربت ودخلت المحك ودخلت المعترك السياسي وقال لك الشعب لا، قال لك الشعب لا، وعرفك حجمك. أين أنت ومن أنت؟ الأخوة المنتسبي الأكاديمية العسكرية، لابد أن أطلعكم ومن خلالكم أطلع كل أبناء الوطن الشرفاء على كل المستجدات. نحن صحيح وقفنا الحرب في ساعتها بعد حرب استمرت 7 أشهر، قدمنا فيها خيرة ضباطنا وجنودنا دفاعا عن النظام الجمهوري. قدمنا خير ضباطنا وجنودنا دفاعا عن وحدة الوطن الذي أعلنت في 22 من مايو. هذا المكسب العظيم الذي نحافظ عليه، كما نحافظ على حدقات أعيننا وعلى أطفالنا ونسائنا، لأنه هذا إنجاز يمني نفتخر به، وبقدر ما هو إنجاز يمني هو إنجاز قومي عربي. القوى الحاقدة المريضة الحالمة بالسلطة تريد أن تهدم هذا المعبد، ولكن بعيد عليها وعلى غيرها أن تمس هذا المعبد. أبعد عليها من عين الشمس، كما هزمنا الإماميين من جبال النهدين وعيبان وظفار، وهزمنا القوى المعادية لثورة أكتوبر في صحراء شبوة وحضرموت. سينهزمون داخل الوطن هذه القوى الحالمة بالسلطة. تعالي أيها القوى الحالمة بالسلطة عبر القنوات السياسية وعبر صناديق الاقتراع. شعبنا سيتسطى في كل مكان للفوضى، للتخريب، للحقد، للمرض. المؤسسة العسكرية بنيت لحماية الوطن وأراضي الوطن ومياه الوطن البحرية وأجوائها. لن تكون سلطة جمعية ولن نعسكر الحياة السياسية. نحن نؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر دون التجريح، دون أذى للوطن، دون المساس بمصالح الوطن، دون الولاء لخارج الوطن. ابتعدوا عن الولاء الخارجي. يكون ولاءكم لله، لله ولهذا الوطن. لا أحد يكذب على هذا الوطن. لا تتبقى على هذا الوطن وانتم تسعوا لهدم الوطن. ترون السيارات تتفخخ والأحزمة الناسفة تتفجر، ولن نسمع إدانة منكم أيها القوى السياسية، ولكن تبتسمون وترتاحوا لكل هذه الضحايا عندما تفجروا في شبام، في سيئون، في مارب، في صنعاء، وأنتم تبتسموا لا تدينوا هذه القوى الخارجة عن النظام والقانون، قوى الإرهاب من تنظيم القاعدة. وتبتسمون عندما قتلوا المواطن القباطي في متجره في محافظة لحج، وأنتم تبتسمون وتقولوا جميل، هذا ضد النظام والقانون. بدأ النظام يتهالك، بدأ النظام يستعكل. يا سلام، وأنتم هكذا هتطلعوا هكذا على طول؟
في صناديق اقتراع، في حرية، في ديمقراطية. وقع معاكم المؤتمر، وهذه غلطة المؤتمر الشعبي العام، انه غلطة انه وقع معاكم في اتفاق فبراير، والذي كان لا بد ان تجرى الانتخابات النيابية في وقتها، وافتعلتم أزمة وجرجرتوا المؤتمر للأسف، وتجرجر المؤتمر إلى توقيع فبراير. وهذا كان خطأ فادحا، كان المفروض تجرى فيها الانتخابات النيابية. تدخلوا الانتخابات، ما تدخلوش أنتم أحرار. تندرج مقاطعتكم لأي انتخابات في الإدارة الديمقراطية. إذا ما دخلتوا أي انتخابات فلتندرج في الإدارة الديمقراطية. كذب يقول لي يدخل المؤتمر لوحده وينافس نفسه للانتخابات. نعم، أنا أمشي طبقا للدستور والقانون، فالآن أجري الانتخابات. هذه غلطة المؤتمر، ولكن لن يغلط المؤتمر مرة ثانية. نقول له عليك ألا تغلط يا مؤتمر مرة أخرى، فلتمضي هذه الفترة الذي وقعت على اتفاق فبراير، ولتأتي الانتخابات في موعدها المحدد. من جاء يا مرحبا، ومن سار يا مرحبا.